يا جماله يا حركاته يا تكته. بصوا الجاتو شاتو تحفه تحفه تحفه. لو عايزين تعرفوا الصوص بقى كده ازاي، عملنا الصوص ده ازاي والكيك ازاي بالجمال ده والطراوه دي والهشاشه دي، بصوا كملوا باقي الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. النهاردة هعمل معاكم طريقة كيكة الكريم كراميل او الجاتو شاتو بالكراميل. هنا هعمل تريكاية مختلفة شوية عن الشاتو الكراميل اللي احنا متعودين عليه. هقولها لكم بس اما نخلص بس حاجة كده معينة. معايا هنا كوباية لبن، كوباية زيت، كوباية الا معلقتين سكر. هي المفروض الوصفة كوباية سكر كاملة، بس انا مش هحط الكوبايه كامله لان كيس الكريم كراميل بيبقى فيه نسبه سكر عشان ما تبقاش الكيكه يعني جازعه شويه. معايا هنا بيضتين، معايا هنا فانيليا سايله، معايا هنا كيس كراميل كريم كراميل اي نوع انتوا تحبوه. معايا هنا المقادير الجافه كوبايه دقيق ومعلقه كبيره بيكنج باودر، ومعلقه الخل دي هنحطها لما نيجي نحط البيض. تمام. هنا كل المكونات السايله دي هننزل بيها في الخلاط كلها مره واحده، بس ما عدا البيض لان احنا هناخد جزء من الصوص اللي هيتعمل دوت هيبقى للوش. هنحط هنا معانا السكر ومعانا الزيت. في ناس هنا بتحب تنزل بيه صرصور، بس عادي خالص، هو كده كده هيدينا السمك اللي احنا محتاجينه ان شاء الله، ما تقلقوش منه. معايا هنا كوبايه اللبن، هننزل بالكيس الكريم كراميل، هنزل هنا بقى بالكيس الكراميل. هنضرب كل ده في الخلاط لحد ما يبقى معانا الصوص تقيل شويه. هوريهولكم. هنخلط بقى. هنا الخليط معانا اهو، بصوا بقى عامل ازاي تقيل جدا. مش بصوا اهو. هننزل ناخد بس من الخليط دوت كوبايه واحده، هنخليها على جنب. نفس الكوبايه اللي احنا عايرنا بيها هي اللي هنشتغل بيها. تمام. دي هنركنها على جنب. هقول لكم هنعمل فيها ايه تاني، لسه لها خطوه تانيه ما تمشوش في حته. معايا هنا بيضتين. الزيت هنا عايزه اقول لكم على حاجه، الزيت هنا يفضل ان الزيت ما يكونش ليه ريحه، لان الوصفه لو فيها زيت ريحته مش مقبوله هتبوظ طعم الوصفه خالص، هتوديها في حته تانية. هننزل بقى بنقطتين فانيليا، وهننزل هنا بمعلقه خل صغيره خالص، خل عادي خل ابيض. وهنضرب كل المكونات ديت لحد ما تمتزج البيض مع الصوص دوت. هنا بعد ما ضربنا الخليط كويس، بصوا الفوم عمل فوم حلو وبيض جدا، هو ده اللي انا عايزاه. هنا بقى هنيجي على كوبايه الدقيق وهننزل عليها بمعلقه كبيره بيكنج باودر، هنخلطهم كويس. واحنا شغالين في الكيك بنكون مولعين الفرن درجة حرارة 180 الرف الأوسط، علشان احنا عايزين فرن هنا يكون سخن معانا. هننزل بقى بالمكونات السايلة اللي هي في الخلاط اهو. بصوا الصوص معانا أبيض كده وفاتح وجميل. هنقلب بقى اهو لحد بس لما الدقيق يختلط. هنا بيكون معانا صينيه مدهونه بالسمنه ومتعفره بالدقيق. هنا ايوه هنزل بقى بالخليط. الصينيه دي مقاس 20 او 22 برضو لو انتوا مش بتحبوها عاليه قوي. هحطها في الفرن لمده ربع ساعه، وهنختبرها بخله الاسنان ونشوفها من جوه فيها عجين ولا لا. وهعمل معاكم خطوه تانية بس على ما دي تدخل الفرن. هنا بقى هعمل تريكايه حلوه قوي. هنظبط الصوص دوت
هنعززه بقى بحاجه تديها طعم وتحسسك ان انت بتاكلي فعلا جاتوه من بره. طعم حلو جدا. معايا هنا نص كوبايه كريم شانتيه خام. فاكرين معلقتين السكر اللي احنا شلناهم اهم معانا. معايا هنا نص كوبايه ميه ساقعه او ميه او لبن ساقع. هننزل بيهم هنضربهم عادي. الخطوه دي ممكن في الخلاط لو ما عندكيش مضرب. هننزل بالكريم شانتيه الخام. ممكن لو ما عندكيش خام هاتي كيس كريم شانتيه عادي. وبقى هتستغني هنا بقى عن السكر. فلو جبت الكريم شانتيه العادي اللي هو فيه سكر هتستغني عن السكر. هننزل هنا بس هنضربه يبقى عامل زي الكريم شانتيه العادي خالص. وهوريكم هنعمل هنا الكريم شانتيه اتعمل معانا. بصوا تقيل. هننزل عليه بقى بالصوص بتاع الكريم كراميل اللي احنا كنا عاملينه وهنديله ضربه. بصوا هننزل بكله كده وهنديله ضربه حلوه. ضربه واحده بس. تمام. بصوا الصوص بقى. بصوا الصوص تحفه تحفه. شايفين الصوص بقى عامل ازاي؟ حلو جدا عامل زي الكريمه بالظبط. الصوص ده على فكره من الصوصات اللي تنفع نزين بيها السينابون. هيبقى طعمه حلو جدا لان الصوص ده كريمي قوي قوي. هنسيبه في التلاجة لحد ما الكيك تستوي وتبرد لان ما ينفعش ننزل بالصوص دوت على الكيك وهي سخن علشان الكريمه بتاعتنا هتسيح وهيتشرب ومش هيبقى يدينا المنظر اللي انتوا هتشوفوه في الاخر. هحطه في التلاجة على ما الكيك بتاعنا يبرد وهرجع اوريكم هنعمل ايه تاني. هنا الكيك استوى معايا. هختبره. سكينه فاضيه هي بس استوت مني سيكه. هسيبها تبرد شويه وهقلبها وهننزل عليها بالصوص. هي بقى بعد ما بردت قلبتها هنزل عليها بقى بالصوص اللي احنا كنا عاملينه. الصوص عامل ازاي؟ تحفه تحفه جدا. سيبوه بقى كده ينزل كده مزيكا مزيكا نازله. بصوا الجمال. بصوا هنجيب بقى كيس الكراميل اللي احنا كنا سايبينه على جنب كده اللي بيجي مع الباكت. هنا بقى اجيب كيس الكراميل اهو. هنزل بيه اعمل له ثقب صغير خالص. هنزل بيه خطوط كده رايح جاي. بصوا المنظر والله العظيم عامله زي التورتيه بالظبط. تحفه تحفه تحفه. بصوا الصوص اصلا تركات الكريم شانتيه موديه في حته تانية خالص مخليه زي الكريمه بالظبط. بصوا اهي خلاص. ممكن نسيبها كده. ممكن نجيب بقى خلة الاسنان ونعملها كده بس. ولا اسهل ولا اروع من كده. بصوا الجمال والله تحفه. انا مبهوره جدا بالطريقه دي. حلوه قوي قوي. بصوا هقطع حته واوريها لكم. بصوا بقى من جوه عامله ازاي. هش قوي. بصوا الصوص نازل عامل ازاي. تحفه فنيه. بصوا الجمال. بصوا هشه قوي ازاي. بصوا طريه. تحفه تحفه تحفه. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا جدا. احلى كيك واحلى صوص. بصوا جامده جامده. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. ولو عجبتكم طريقتي احلى لايك وشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.